السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا 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 جدا. بصوا بقى، انا سافرت البلد كده، قلت اعمل لكم كام فيديو كده في البلد، اكمل لكم. انتوا بتحبوا البلاد وتحبوا حاجات الطبيعة وكده، فانا سافرت بلاد النوبة، وباذن الله هجيب لكم فيديوهات جامدة عن بلاد النوبة. وانا كمان غيرت اسمي، غيرت اسم قناتي، خليته بنت النوبة. تمام. انا هنا بقى، بصوا، عملنا الشاي باللبن. ده شاي بلبن اساسي بقى عند النوبة، وشاي جميل كده. هنفطر كده ونشرب الشاي. وطلعت كده قدام البيت كده اما اصور، قلت ما اصور كده، وعيالي بقى ايه هايصين في الرملة والتراب بقى، والدنيا هايصة معاهم. وعيالي بقى طبعا، عشان احنا قاعدين في شقة هنا في أسوان المدينة. فالبلد ما فيهاش، البلد فيها رمل بقى. أسوان ما فيهاش شقق بقى، وما فيش رمل والكلام ده. فعيالي ما صدقوا بقى، وراحوا لقوا ايه؟ الرملة. واشتغلوا بقى يلعبوا ومش عارفه ايه، وسبتهم يلعبوا براحتهم. وانا حبيت بص اصور لكم بقى ايه الطبيعة اللي هناك. بصوا الشجر بقى، بصوا البيوت، بصوا الارض اللي لسه فاضية هتتبني. شايفين بيوتنا بسيطة وجميلة والله، وعيشة زي العسل. شايفين السما الصافية باينة زي العسل. بيوتنا بسيطة جدا، يعني حلوة. يعني على قد ما هي بسيطة، على قد ما هي يعني في روحها حلوة، الروح بتاعتها حلوة. فكل حاجة فيها حلوة والله، احنا حابينها. والعيشة البسيطة جميلة جميلة فوق ما تتخيلوا. فالمهم انا حبيت اصور لكم كده البيوت بقى بالطوب الابيض والشجر. ده بيت، ده بيتنا. والعيال بيلعبوا بقى، وسبتهم يلعبوا، قلت لهم العبوا خدوا راحتكم، مش هكتم عليهم هنا وهناك. قلت لهم لا العبوا. وحاطين اللعب، وانا داخله اهو في بدايه البيت. حبيت اصور معاكم هنا مصطبه كده، وفرشه حته سجاده. اهو بداية البيت بقى كده. واختي بتقولي انت بتصوري ايه؟ جرس وكسوف ومش عارفه ايه. قلت لها يا بنتي عادي ومش عارفه ايه والكلام ده. المهم صورت اهو. كنا كنسنا وفرشنا الحصر كده. هناك في البلاد بنفرش حصر في السجاد، لان الارض اصلا اسمنت. وهو بيتها متواضع كده. البيوت بقى اللي هي بتاعت زمان ديت. شايفين بقى الزير الاثري ده؟ يا لو ده انا بعشق اشرب في الزير ده، بعشقه بعشقه. ان انا احب اشرب منه ميته. بصي اكنك سكر سكر، اكنك بتاكل سكر والله العظيم بجد. شايفين من جوه كده؟ هبوريكم. ميته ساقعه، شتا صيف. ميته متلجه، وكفايه انها مسكره. والميه بتاعته جميله. احنا بنحب نطبخ منه، بنعمل الشاي منه، كل حاجه بناخدها منه. ما بناخدش من الحنفيه ابدا. بنعبي الزيار دي، بنغسلها وبنعبيها، وبناخد منها الميه، نشرب منها ميه مسكره وجميله قوي. انا كل طول ما انا قاعده اقعد اشرب، اقعد ارش كده. دي عندنا طبع انك ترشي على الزير كده ميه، يديكي ساقعه اكتر. ده طبعا عندنا بقى، مش عارفه عند كل الناس ايه. ما علينا. المهم كده خلاص شربت بقى. انا كل شويه رايحه جايه عايزه اشرب. وشوف القطه الجميله اللي مربينها ديت. دي قاعده كده بتقعد معانا في البيت، بتقعد معانا في البيت كده. وشوف بلاعبها وبتنونو عليا، عماله العب فيها. سبتها قاعده تلعب بقى، وعمال قعدت اعكس فيها شويه وكده. هي قطه على فكره نضيفه، مش مش كده يعني. في قطط معفنه يعني بتاكل ده وبتاكل، لا هي احنا الصراحه مربينها عندنا في البيت. بتاكل معانا وبتشرب معانا، بس ايه يعني سبحان الله ما بتاكلش حاجات بره. يعني بره كده يعني في قطط بتلم بقى الصراصير، بتلم الفراخ والكلام العبيط ده. لا دي مربينها معانا في البيت، مش بنطلعها بره. هكمل لكم بقى ايه بقيه الروتين وبقيه البيت بتاعنا. وبصوا بقى الفرن بتاعتنا الانتيكه. احنا عندنا فرن طين، وعندنا فرن دي بنعمل فيها الصواني. بنعمل فيها مثلا مخبوزات خفيفه، اي حاجه. انا ما عرفتش افتحها لاني اختي قالت لي ما تفتحهاش عشان خاطر فيها كركبه من جوه. فقلت لها خلاص. دي الغسالات العاديه عارفينها طبعا، كلنا عارفينها. وانا بص بقى حاطين بقى مخللين بقى، مخلل ليفت وده وده. بص بقى احمر، دخلت ايدي كده قلت والنبي ما ادوقه. شايفينه جماله؟ شايفين لونه؟ كل حاجه في البلد عندنا ما شاء الله. الطبيعه دي جميله جدا والله يا جماعه. مفيش احسن من الطبيعه والحاجات الطبيعه دي. فالمهم كلت اللي قعدت اكل كده واصور لكم لونه من بره. هي حاطه عليه بنجر ومظبطاه كده، دي اختي طبعا.
وعملوا لنا بقى النهارده طبخنا ايه. انا ما عملتش حاجه اساسا، هي اللي عملت. انا كل اللي عملته عملت طبق السلطه وحمرت الفراخ. عملنا رز كده وبطاطس طبيخ كده وسلطه وفراخ، والحمد لله فضل ونعمه من عند ربنا. وبعد كده رحت بقى ايه، قلت لها تعالي وريني البط. رحت ايه قمت باكل البط. شوف البط اول ما شافني، عشان صغيرين يا عيني خايفين مني، عشان انا غريبه عليهم وكده، فهم خايفين مني متعودين على اختي. بس اول ما حطيت لهم الرده دي، رده كده فركتها بحته ميه كده بسيطه وهيجوا ياكلوا. بصوا بس انا بقى حبيت ابعد اهو، بعدت شويه كده عشان خاطر ايه انهم ياكلوا كده. صعبوا عليا انهم خايفين مني وبعدوا مني. فالمهم لما حطيت لهم شويه الرد دول، راح جم قعدوا ياكلوا كده وسبتهم. وقلت اصور لكم المقطع ده كده تشوفوا البطيات الحلوين دول. شايفين المكان الزغنطوطي بتاعهم ده؟ عشان مفيش مكان، عايزين لسه هنعمل لهم كده مكان كده كبير يشمسوا فيه، عشان خاطر في الشتاء ما شاء الله ده بياكل اكل كتير قوي البط دوت. الشرشره ولا البط ده معرفش اسمه انا. فهنعمل له مكان كده تمام وخلاص. واحنا بالليل بنحبسه في القفص، بندخله جوه القفص وبنحبسه بنغطيه عشان خاطر برضو ايه البرد عليه. تمام كده. بس بقى يا ربي الروتين بتاعي يعجبكم. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو. بعد كده جدتي بقى قاعده، قلت لها تعالي يا جدتي كده مصورك وانت بتشربي شيشه. ما رضتش ابدا، قالت لي لا ما تصورنيش، انت صوري دي بس. قلت خلاص هصورها. هصور ايه الشاشه الالكترونيه بتاعتها دي بصوا اثريه. اثريه جدا خالص يعني، بتاعت زمان بقى جداتنا وجدات